السلام عليكم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة واحسن حال. تعالوا النهارده رح اعمل معاكم اجمل واسهل واسرع وارخص وصفة جلاش حلو ممكن تعملوها، وطعمها بجد حلو وقوي، وبدون زبدة وبدون حشوة، والتسوية مظبوطة 100%. شايفينه هش وخفيف ومورق كمان، وهنعمله النهاردة من غير زبدة، والطعم هيبقى جميل جدا جدا جدا. مش هتبطلي تعمليه اطلاقا، هتعمليه كل يوم. فعلا والله جميل طعمه مع كوباية الشاي الصبح. وعايزة تكليفة عسل، عايزة تكليفة اي حاجة، عايزة تكليه كده لحاله سادة، في منتهى الجمال والروعة، ومش هياخد معانا اي وقت ولا مجهود. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة هنا عندي نص كيلو من الجلاش، جلاش سايب. انا ما بحب الصراحه بتاع المغلف ده بتاع السوبر ماركت ده، جايباه من المصنع نص كيلو. ليه كده حوالي اسبوع عندي في التلاجة، طلعته فك معايا. وجهزت هنا معايا نص كوبايه من السمنه، وسيحتها كده ونزلت عليها بكيس فانيليا، هيديها ريحه وطعم جميل جدا. كيس الفانيليا. رح اخد كده اول ورقه من الجلاش بتاعي، لحدهنها كده سمنه. انا هنا لا هعمل 3 ورقات، عايزه تعمل 2 اعمل 2، بس صراحه انا جربت ال2 وجربت التلاتة احلى. بيطلع كده مليان من جوه ومورق كده وعالي. هنا يا حبايبي دول بقى ورقتين لازقين في بعض، ما يضرش يعني. احنا دهنا الاولانيه هندهن دول، ادهنيها كويس. وهنيجي بقى نتني كده الطرف ده وناجي دهنينه، وهندهن نقلب الطرف التاني وناجي دهنينه كمان. كل طبقة هتدهنيها علشان يطلع معاك ممرق، ومجرد ما يدخل الفرن ينتفخ معاك. هنيجي كده برضي نطبقها زي الظرف، وهنجيب صينية مدهونة سمنة، ولا هنحط فيها الجلاش بتاعنا. وكل واحدة يعني معايا هعملها بالشكل دياتي. هعمل 3 ورقات. هنا هدي الورقة الأولى، وبعد كده هاخد الورقة التانية برضي أدهنها، والتالتة أدهنها، وهطبق بنفس الطريقة. انتوا يعني شاهدوا الفيديو كده، انا هعمل معاكم 1 و2 و3. ادي الورقة التانية ادهنيها. وطبعا انت لو حابة تحشي فيها الوقت ده مكسرات او قشطة كدابة، واي حاجة عايزة تحشيها لا هتحشيها، بس النهاردة حبيت اعملها اقتصادية، علشان هي صراحة فعلا اقتصادية حلوة. يعني انا من صراحة ما بحبش المكسرات، لا انا ولا عيالي، انا بحبش غير جوز الهند. هاي حبايبي طبقته كده. اسهل من كده طريقة مفيش، وكمان سهلة وسريعة، ما بتاخدش معاكي لا اي وقت ولا مجهود. يعني في 10 دقايق لح تكوني جهزتيها الطريقة دياتي، وكمان خبستيه وطلع معاكي. يعني لو صحيتي كده على الساعة 7 الصبح هتكوني جهزتيه، الاولاد يقوموا يفطروا بيه لقوه جاهز. هنا دهنت الورقة التانية وهدهن التالتة. النص الكيلو اللي هيعمل معايا 10 فطاير ب3، وهيعمل معايا فطيرة ب2، يعني 11 فطيرة. كل طبقة اللي هتدهنيها، وبعد كده تطبقيها وتحطيها في الصينية. تمام. انا هخلص بقى كل الكمية دياتي حبايبي زي ما انتوا شايفينها، عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ولا هنرجع. وزي ما قلت لك اي حشوة عايزة تحشيها تحشيها. مش هياخد معايا غير نص كيلو، لا نص كوباية السمنة. نص كوباية السمنة هتاخدهم، هيعملوا معايا 11 واحدة زي ما قلت لك. 10 ب3 وواحدة ب2. وهتشوفوا الفرق بين التلاتة وما بين الاتنين. صراحة التلاتة بتطلع عالية وحلوة كده وجميلة بجد. يعني الجلاش شكله يفتح النفس. ادي طبقناها ودهناها كده حبايبي. هبقى ارجع لكم. ادي هنا خلصنا حبايبي. لو انتوا عايزين تعدوهم عدوهم. هنا هنجيب باقي
نص كوباية السمنة وهندهنها كده على الوش. طبعا في الوقت ده فرني شغال، لازم تدخليها على فرن طبعا مسخن مسبقا، لا يقل كده عن 5 دقايق، لازم تكون سخنة، وتدخليها من تحت تكون وسط ومن فوق وسط. انا هوريها لكم هي ايه وفي الفرن. هنا ابو مجرد ما دخلته الفرن والفرن سخنة ابتدى ايه يعلى معايا. وادي هنا حبايبي شايفينه انتفخ ازاي، شكله جميل ولونه حلو ذهبي، وما خدش معايا وقت، يعني كلهم بتاع حوالي 4 دقايق او 5 دقايق في الفرن. شايفين الجمال والحلاوة، هش وخفيف وطعمه حلو. شايفين ازاي طبقات طبقات عالية ازاي ابو 3. هنا يا حبايبي عندي نص كوباية من الحليب دوبت فيها معلقة سكر كده ببودرة، وهني ادي برشه على الجلاش. صينية اللي هعملها بالحليب وسكر البودرة، والصينية التانية اللي هرش عليها كده عسل. عايزاكم تجربوا الطريقة دي، سهلة وسريعة وفعلا حلوة، والعيال هيحبوها وانتي كمان. ادي هنا هحط عليها عسل. ادي حبايبي شايفين الجمال والروعة وما خدش معانا اي وقت. عايزاكم بقى ايه تجربوا الطريقة دياتي. وهنا حطيناه في طبق التقديم وهنفتحه كده مع بعض وهنشوفه. هنا بقى اللي انا حطيت عليه عسل، رشيت عليه جوز هند. انتي مش حابة تحطي عليه اي حاجة ما تحطيش، اكتفي بالعسل بس. شايفين اهما، لو ملاحظين ان الفردانية اللي هي ورقتين بس اهي هابطة كده، مش عالية زي اخواتها قوي يعني، عشان طبعا دي ب2. شايفينه مورق ازاي وحلو ما شاء الله. ده بدون عجن طبعا، ولا فرد ولا توريق ولا اي حاجة، لا تعبتي في عجين ولا حاجة. اسهل من كده ما فيش. نص كيلو جلاش هيعملوا معاكي كمية محترمة حلوة جدا يعني. شايفين طعمه جميل جدا والله. انا اكلت واحدة دلوقتي انا واقفة قدام الكاميرا. يلا عايزاكم تجربوا الطريقة دي حبايبي وتدعوا. وكده بقى انتهيت من الفيديو. السلام عليكم.